بصوا بقى يا جماعة، اما انا اعمل لكم طريقة فراخ انما هتاكلوا صوابعكم وراها. بس قبل ما اقول لكم على الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك علشان اللايك ده بيشجعنا. نبدأ ببسم الله. اول حاجة هعملها التوابل. معايا ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبابريكا وزعتر. هخلطهم كويس. ومعايا بقى نص كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح. هضيف عليهم التوابل كده ورشة زيت. وهتبل كده الفراخ كويس بايديا. بصوا ازاي. وهقلبها بقى على الناحية التانية وهعمل نفس اللي عملته. في طاسة سخنة بقى هنزل بمعلقة زبدة وعليها شوية زيت. وأول ما يسخنوا هنزل بصدور الفراخ. وأول ما تاخد لون هقلبها على الجنب التاني. بصوا هنا بقى الريحة مش قادر أقول لكم. وأول ما تاخد لون من الجنبين هشيلها. وفي نفس الطاسة بقى هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة جوانح. هقلب بقى وهلم كل البهاريز اللي نزلت في الطاسة علشان هي دي اللي هتديني الطعم الجميل. وأول ما البصل يدبل معايا هنزل بثلاث فصوص توم مفرومين. وهقلب كويس وأول ما أشم ريحة التوم هنزل بمعلقة كبيرة من الدقيق. وهقلب. وهضيف معلقة كبيرة من الصويا صوص وعصير ليمونة كبيرة ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. وهضيف كمان مكعب مرق. وهقلب كويس جدا. وبعد كده هضيف كوباية كبيرة من المية. وهقلب. وأول ما تبدأ تغلي معايا هنزل بصدور الفراخ. وهوطي النار وهغطي. وهسيبها حوالي 5 دقايق لأن صدور الفراخ ما بتاخدش سوا كتير. وبكده يكون الفراخ معايا جهزت. وعايز اقول لكم بقى ان جمالها مش طبيعي. ريحة وطعم حكاية. بصوا بقى الصوص هنا قوامه خطير ازاي. ده بقى من معلقة الدقيق اللي انا ضفتها. تعالوا بقى نقدمها. اعملوها يا جماعة لسفرتكم في رمضان. تجديد وتغيير احلى واخف من البانيه المقلي. رشة بقدونس بقى على الوش كده. ممكن تقدموها مع مكرونة او بطاطس محمرة. يلا جربوها واكتبوا لنا في التعليقات. وما تنسوناش بقى بدعواتكم الجميلة. السلام عليكم.